كنترول دوت بعد التعديل. كنترول ده تم اهوت بعد التعديل. دوت الشغل المفروض يتعمل في جميع الكنترولات. ده الشغل المفروض اللي يتعمل في جميع الكنترولات. فاهم؟ ده لو الاسانسير دوت كان عيشه فراخ زي ما انتم شفتوه كده في الفيديو. تمام. ده بعد التعديل اهو. قولوا لي رايكم ايه، ومستني ارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات. السلام عليكم، عاملين ايه يا حضرات؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده ان شاء الله. يا رب يتم عليكم الهنا والسعد باذن الله. النهارده عندنا كنترول. كنترول ده زي ما انتم شايفين كده عشه فراخ اهوت. فاهم؟ يعني احنا بدانا بس الايه، انا كنا جايين على هذا الوضع. فاهمني؟ يا دوبك بس اللي احنا شلنا الريات تمام، وبدانا ايه، بدانا تصوير. وبصوا المكنه هنا اهوت. المكنه يعني فيها ترس وفيها دوده وضربه زيت اهيت زي ما انتم شايفين الايه. عندك تقفيل المكنه سيء، وفيها الايه، وفيها سيليكون مقفلها، اللي مقفلها بسيليكون. وعندك هنا بص الطاره فيها تآكل، وفي المجر والوايرات غاطسه فيها، والوايرات دي لسه جديده، فهيضطر كده العميل يغير الطاره ويغير الوايرات. تمام. ويتم اصلاح الايه، اصلاح المحرك زي ما انتم شايفين كده. تم غسل المحرك من قبل وابتدى ورجع تاني رشح زيت زي ما انتم شايفين بسبب الايه، عدم التقفيل الايه الغير كويس. واخد بال حضرتك؟ بص السيليكون مقفل بين المكنه، فده غلط. تمام. والمكنه فيها فايبريشن. ودوت اهو هيتم الايه، هيتم فك الكنترول. واخد بال حضرتك؟ ويتم تعديله، وهوريكم بعد التعديل باذن الله. زي ما انتم شايفين اهو عشه الفراخ اهي قدامكم اهي. بعد التقفيل باذن الله بقى ايه، بوريكم الدنيا فيها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم الفيديو حضرتك بتاع الكنترول دوت اللي انا هوريكم حضراتكم دلوقتي. الكنترول ده كان متبهدل خالص، كان عيشه فراخ. وانا بناشد للناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتي بتشوف الكنترول. تمام. يا ريت يا جدعان تهتموا بشغلكم وتهتموا بحاجه. ما مش عايز اطول عليكم واخش على طول في الايه، في مقدمه الفيديو. كنترول دوت بعد التعديل. كنترول ده تم اهوت بعد التعديل. دوت الشغل المفروض يتعمل في جميع الكنترولات. ده الشغل المفروض اللي يتعمل في جميع الكنترولات. فاهم؟ ده لو الاسانسير دوت كان عيشه فراخ زي ما انتم شفتوه كده في الفيديو. تمام. ده بعد التعديل اهو. قولوا لي رايكم ايه، ومستني ارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات. وهوريكم برضو جزئيه تانيه لسه باذن الله ما تمتش، هتتم خلال ايه، الايام الجايه ان شاء الله. بص كده خليك معايا. عندنا هنا اهوت اخطر شيء تمام بيقع فيه الفنيين. اخطر شيء بيقع فيه الفنيين، وبيقع فيه صحابات العماير واتحاد الملاك وكده. الشيء اللي هو موجود عندي النهارده تركيب الواير. تمام. بيجي لي عملاء كتير يبقى عندهم لسه مغيرين الوايرات، مثلا سيان بقالهم شهر، بقالهم سنه. واخد بال حضرتك؟ بس الفني او الشركه او ايا يكن مين هو اللي راح غير للناس الوايرات، ما بصش على الطاره. بمعنى اصح هو بص عليها بس ما يفهمش، او الله اعلم، او الناس هي اللي ايه، اللي ما ادتلوش المساحه الكافيه اللي هو يعمل شغل مصر. تمام. فاحنا ما بنجيبش اللوم على حد، احنا بس بنعمل ايه، حاله توعيه. التوعيه ديت للناس. تمام. والجميع الشركات والجميع الفنيين كل شيء. طيب الفيديو معايا بيقول النهارده ايه؟ بيقول ان انا عندي الوايرات هنا اهوت لسه متغيره جديده. ده الوايرات هنا متغيره جديده، بمعنى ان الواير معايا ولا في قطع ولا في رايش، واخد بال حضرتك، ولا في اي حاجه خالص من الكلام ده كله. طب المشكله اللي عندي ايه هي بقى؟ المشكله اللي عندي ان الشخص اللي جه غير الوايرات ما غيرش الطاره. بص الوايرات غطسه ازاي في قلب الطاره. تمام. كده حصل مط في قلب الواير، يعني معنى كده ان الواير كده باظ. الواير كده معناه ان هو باظ، مش الواير سليم. يعني تقول لي انا لسه مغيره ما بقاليش شهر ولا ما بقاليش سنه.
تمام، اقول لك خلاص يا فندم ايه، حتى لو بقالك في يوم واحد لازم تغيير الايه، لازم تغيير الواير وتغيير طاره الجرس بتاعت الماكينه. الطاره دي لازم الاثنين يتغيروا مع بعض. تمام، ما ينفعش حد يغير واير تمام وبعد كده يقول لي اغير طاره بعدين، او يعمل العكس يغير الطاره وبعد كده يقول لي اغير واير ايه، واير بعدين. واخد بال حضرتك؟ لازما الاثنين حاجات متكامله مع بعض. طيب العيب الثاني عندي ايه؟ بص هنا اهوت على الماكينه، الماكينه مرشحه زيت زي ما انت حضرتك شايف، الماكينه بالكامل مرشحه زيت. واخد بال حضرتك؟ وادي من هنا الماكينه بالكامل، الماكينه دي تم غسلها واخد بال حضرتك اكتر من مره عشان خاطر بس قبل اي شيء اشوف الزيت الترشيح بتاعه جاي منين. طيب اللي كان حاصل في الماكينه ديت، الماكينه ديت كان فيها ترس، الترس تم اصلاحه. انا ما برجحش لاصلاح الترس، انا برجح اللي انت بتجيب ترس جديد. تمام، مش معنى كده ان الفلوس اللي بتتعمل في الصيانه بيتعمل اصلاح ليها مش معنى كده اللي هي ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش كويسه، لا. في بعض الاماكن وبعض الناس المحترمه بتعمل الشغل بتاعها كويس جدا. واخد بال حضرتك؟ بس الافضل ليك والافضل ليا عشان خاطر افضل صورتي كويسه قدام العملاء. واخد بال حضرتك؟ واللي انت تاخد جوده شغل كويسه، يبقى نجيب الترس جديد على حسب امكانيات العميل، بس الافضل ان انت تجيب الترس جديد يبقى الترس بتاع بلاد. طيب هنا هو في الاخطاء بقى ان تم ايه، ان تم تعاملها هنا هو في الموقع وفي الماكينه. عندي لما جه اقفل برضو الماكينه ما قفلهاش صح. وبص ادي عندك سيليكون، مديها سيليكون وبرضو الماكينه بترشح زيت اهو. بص اهو سيليكون ده اللي انتوا شايفينه ده سيليكون، مديها سيليكون والماكينه فيها فايبريشن عالي جدا. واخد بال حضرتك؟ مش بسبب الطاره، لا ده فيها ترس. الترس ده كل شهر لازم تيجي بتشيك على المكنه ديت وتحط لها زيت عشان خاطر الزيت بينقص زي ما انت حضرتك شايف كده. فلازم كل شهر بتيجي تزود لها زيت لحين اصلاحها. تمام، فارجو من الناس ومن الساده العملاء ان هم يهتموا بارواح الناس ويهتموا بكافه كل شيء في قلب المصعد. تمام، وادي الكنترول بتاعنا وادي المكنه هي اللي انتم شايفينها اللي حالتها مدوره خالص. واخد بال حضرتك؟ ورب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.